يا حبايب قلبي طلاب الصف الثالث الابتدائي أصحاب منهج كونكت بلس 3. Welcome back. النهارده بنكمل مع بعض Unit 2 Lesson 4 and 5 الدرس الرابع والخامس في الوحدة الثانية. النهارده الأفعال أو الدرس مهم جدا، بيتكلم كله عن الأفعال وإزاي تكون How healthy are you؟ How healthy are you؟ يعني ما مدى صحتك؟ قد إيه أنت بتمارس عادات صحية أو لا؟ ان شاء الله هنبدا الدرس، بس بفكرك قبل ما نبدا لو انت اول مره بتشوفني يسعدني قوي انك تشترك في القناه من خلال الزر الاحمر وتفعل الجرس تخليه على الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي هننزلها بعد كده، وكمان تتابع الامتحانات والمراجعات بتاعه اخر كل ترم. من غير بقى رغي كتير let's start. كلنا في البدايه عارفين ان how بمعنى كيف. how يعني كيف، لو جبنا وراها اسم او صفه تبقى معناها ما. زي مثلا لو قلت how healthy يعني ما مدى الصحة. how healthy قد ايه الصحة are you التي لديك. how healthy are you ما مدى صحتك، قد ايه صحتك كويسة or not good or bad جيدة او لا. اول حاجة عشان يبقى صحتك جيدة المفروض ان انت eat تاكل. طيب هتاكل اي حاجه كده وخلاص؟ لا. eat fruit eat fruit تاكل فاكهه. eat 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 ياكل ياكل eat ياكل eat ياكل eat. طيب فاكهه fruit f r u i t fruit f r u i t fruit f r U-I-T fruit fruit فاكهة fruit فاكهة fruit فواكه fruit eat fruit يأكل فاكهة eat fruit eat fruit. طيب كمان عشان يبقى صحتنا كويسة المفروض نأكل خضروات. خضروات اسمها vegetables vegetables V-E-G-E وآخرها كلمة table vegetable vegetable نجمعها vegetables vegetables eat fruit and vegetables نأكل خضروات أو فواكه. يعني ممكن أحطها في جملة مفيدة عشان نتعود نقول جمل، زي ما متعودين مش هنحفظ كلمات، هنحفظ جمل نتكلم بيها عشان يبقى سهل بعد كده نكون paragraph. لما أقول I eat fruit أنا أكل الفواكه. I eat vegetables أنا أكل الخضروات. فاكهة fruit خضروات vegetables يأكل يعني eat. ممكن كمان عشان أكون صحتي كويسة جدا لازم أحافظ على وجبة الفطار، فساعتها أقول I أو we نحن eat نأكل breakfast breakfast فطار break B-R-E-A-K break fast F-A-S-T fast breakfast 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 فطار breakfast eat breakfast يأكل الفطار eat breakfast يأكل الفطار eat breakfast يأكل الفطار eat breakfast eat breakfast. طيب كمان عشان يكون صحتنا كويسة لازم eat نأكل ودرينك نشرب. بس هل ينفع نشرب كولا بيبسي؟ دي مش صحة كويسة. يبقى لازم أقول eat water drink عفوا drink يشرب water مية يشرب drink drink يشرب drink drink بمعنى يشرب drink water يشرب ماء drink water يشرب الماء drink water. لما أقول we drink water we drink water نحن نشرب الماء we drink water we eat fruit we eat vegetables نأكل الخضروات we eat breakfast نحن نأكل الفطار we drink water we drink water I drink water أنا أشرب الماء. كمان من العادات الصحية إن أنا sleep sleep يعني أنام sleep ينام sleep. لما أقول sleep for يعني ينام لمدة sleep for 8 hours
ينام لمدة 8 ساعات. ده كده يبقى it's good، يعني من الجيد to sleep، أن تنام for 8 hours. دي من العادات الصحية اللي لازم تتبعها. sleep ينام for 8 hours. طيب ايه هي بقى من كمان من العادات الصحية؟ يجري بمعنى run. اي فعل بقى، نركز قوي في الحتة دي. يجري run وده فعل. يركب الدراجة cycle وده برضو فعل. cycle يعني يركب الدراجة. اول ما احط ing هنا، بس بزود ان قبل ما احط ing. ing دي معناها ان بتحول الفعل ده تخليه اسم. يعني run يجري، running الجري بقى اسمه الجري. cycle يركب الدراجة، cycling بشيل الاي واحط ing. cycling يعني ركوب الدراجات. طيب eat ياكل، لو قلت eating حطيت لها ing تبقى الاكل. drink يشرب، لو قلت drinking الشرب. يبقى لو قلت مثلا drinking water يعني شرب الماء is healthy يعني صحي. يبقى ساعتها اقول الفعل اول ما احط له ing بيبقى اسم، بيحول الى اسم. طيب احنا كده خدنا العادات الصحية. العادات بقى اللي unhealthy غير صحية، زي مثلا watch TV. watch يشاهد، watch TV يتفرج على التلفزيون. watch TV watch TV watch TV يشاهد التلفاز. watch TV watch TV. كمان يلعب play. ممكن اقول play outside يعني في الخارج. play outside يلعب بره، يلعب في الشارع. play outside. ممكن كمان اقول play video games العاب الفيديو. video game واحط لها اس. video games play video games يلعب العاب الفيديو. play video games play outside يلعب في الخارج. play video games دي كلها حاجات مش healthy يعني unhealthy. كمان watch TV، اما نتفرج على التلفزيون مدة طويلة طبعا ده بيأذي عينينا، فطبعا ده unhealthy يعني حاجة غير صحية. كمان من العادات الغير صحية stay up late يعني يسهر. stay up يعني يفضل late متأخرا يعني يسهر متأخر بالليل. stay up late يسهر متأخر. stay up late يعني يقعد يسهر. دي طبعا unhealthy حاجة غير صحية. stay up late. كمان من الحاجة الغير صحية ان انا feel tired اشعر بالتعب، افضل اسهر stay up late لحد ما احس ان انا تعبان. feel يشعر، طبعا خدناها في قاعدة feel tired يشعر بالتعب. feel tired يشعر بالتعب. and cross وكمان الغضب. cross الغضب اسمه cross. feel tired and cross يعني يشعر بالتعب والغضب. دي طبعا عادة غير صحية، ما ينفعش ان احنا نغضب ونثور كده ونبين ان احنا زعلانين، لازم نبقى هاديين. طيب عشان اكون هادي اسمها be calm. be يعني كن. لما اجي بقى ابدأ الجملة بفعل ما قلتش I، قلت be على طول، يعني معناها ده فعل في الامر. كن. be calm ال silent. be calm كن هادئا. be calm. don't be angry ما تبقاش غضبان. be calm يعني كن هادئا، اهدى. be calm. don't be angry احنا واخدين ان angry يعني غضبان. and خلينا نكتبها هنا angry
angry يعني غضبان. angry وخدناها برضو في connect. I feel angry أنا أشعر بالغضب. لما ألاقي حد angry أقول له don't be angry لا تكون غضبان. be calm. be calm. كمان ممكن أقول be positive كن إيجابي. يعني شجع الناس وقول إن الأسئلة سهلة والامتحان ده إن شاء الله هيجي سهل. be positive. be positive. الاس لما تبقى بين حرفين متحركين vowels بتنطق ز فبنقول positive. be positive كن إيجابي. be positive. be positive كن إيجابي. be positive. be positive كن إيجابي. be positive. be positive. كمان من الحاجات اللي بتحفزنا ان احنا نكون كويسين غير ان be positive كن ايجابي لما تشوف problem when you face a problem لما تواجه مشكلة المفروض انك تكون be positive تحلها وتقول ان شاء الله خير وهنتكلم مع بعض ونحل الموضوع ده ما تقلقوش ان شاء الله خير. يبقى كده be positive كن ايجابي. كمان ممكن اقول be in a good mood. be يعني كن. in في a good mood يعني حالة مزاجية جيدة. be in a good mood. طيب ممكن أقول be دي هي be دي أصلها إيه؟ هي be يعني يكون ومنها am و is و are في المضارع بمعنى يكون. يعني ممكن أقول أقول I be ولا أقول I am in a good mood. أنا في حالة مزاجية حلوة جدا. I am in a good mood. He is in a good mood. هو في حالة مزاجية جيدة. We are in a good mood. نحن نكون في حالة مزاجية جيدة. يبقى be in a good mood يعني كن في حالة مزاجية جيدة. كمان من الصفات اللي ما ينفعش ان احنا نعملها هو ان skip breakfast. breakfast المفروض ان احنا ناكل breakfast. اما skip معناها يفوت الوجبة دي ما ياكلهاش. طبعا دي حاجة وحشة جدا. skip breakfast يعني يفوت الفطار. skip breakfast. skip breakfast. skip breakfast يفوت الفطار. skip breakfast. skip breakfast. skip breakfast يفوت الفطار يفوت وجبة الفطار وما ياكلهاش. طيب تعالوا بقى نشوف دلوقتي من الحاجات المهمة جدا زي ما اتفقنا ان اي verb بنحط له ing بيحول الى اسم. فلما اجي ابتدي الجملة واقول eating يعني الاكل. eating fruit اكل الفواكه is healthy يكون صحي. تعالوا بقى نشوف في الكتاب دلوقتي. خلينا نقرا definition. be calm يكون هادئا او كن هادئا معناها relaxed يعني خليك relax not angry ما تبقاش غضبان. be positive كن إيجابي يعني try not to worry يعني ما تحاولش إنك تقلق. worry يعني يقلق. when you face a problem أو when facing a problem لما تواجه problem مشكلة be positive كن إيجابي إن شاء الله هتتحل. stay up late معناها not going to bed at the right time إن إحنا مش بنروح البيت السرير at the right time في الوقت المناسب بنسهر ودي طبعا عادة سيئة. have an argument. have an argument يعني يجادل يفضل يناقش كتير ويجادل وده حاجة بتفرهد الإنسان أصلا. ف have an argument ما ينفعش نقول إيه don't have an argument يعني ما تجادلش حد. be كده معناها إن إحنا be cross بنكون غضبانين with someone مع شخص because you don't agree عشان شخص مش موافقك فانت بتتضايق. ليه؟ لو هو ليه رأي وانت ليك رأي مختلف فعادي ما تجادلش خلاص. have an argument يعني يجادل. be in a good mood يعني feeling happy يبقى سعيد and have fun وكمان يقدر يستمتع. skip breakfast يفوت الفطار يعني not eat don't eat أو not to eat breakfast in the morning ما ياكلش وجبة الفطار في الصباح. تعالوا نشوف which is healthier. which is healthier يعني مين فيهم أكثر صحة. healthy صحي healthier أكثر صحة. drinking water شرب الماء
is healthier than يعني أكثر صحة من drinking cola شرب الكولا. Eating vegetables أكل الخضروات is healthier than أكثر صحة من than يعني من. Eating fries أكل البطاطس. Running الجري is healthier than أكثر صحة من. Playing video games. Cycling is healthier than ركوب الدراجات أكثر صحة من watching TV إن أنت تشاهد التلفزيون. طيب making healthy choices يعني خلينا نشوف ايه الاختيارات اللي بتخلينا حاجة أو بنعمل حاجة صحية. ليلى بتقول I sometimes stay up late. أنا أحيانا stay up late بسهر on a school night في يوم المدرسة because I like watching TV عشان بحب أتفرج على التلفزيون and playing video games وبحب ألعب video games. In the morning في الصباح I feel tired and cross. أنا بشعر بالتعب والغضب طبيعي. واحدة بتسهر بالليل عشان تلعب فيديو جيم وما بتروحش بتقوم من المدرسة الصبح طبعا أكيد feeling tired يعني حاسة بالتعب وكمان cross غضبان. آدم بقى بيقول when I find things difficult يعني لما أجد find معناها يجد أي شيء صعب difficult بمعنى صعب. At school في المدرسة or I have argument لو عندي نقاش with my friends مع أصدقائي I try to stay positive أحاول إني أبقى إيجابي. I like taking a walk outside يعني ممكن أتمشى برا because it helps me إن ده بيساعدني feel happy and calm وهادي. طبعا دي من العادات الصحية اللي الواحد لازم ياخدها قدوة. دارين بتقول I do exercise every day بعمل تمارين كل يوم. I play football or go swimming وكمان بلعب كرة القدم أو بروح السباحة. I like cycling too يعني بحب ركوب الدراجات. I'm always in a good mood أنا دايما في حالة مزاجية جيدة after I do exercise بعد ما أخلص أو بعد ما أعمل التمارين. طبعا دي برضو من العادات الكويسة. تعالوا نشوف زين بيقول I like fruit بحب الفواكه but I eat a lot of sweet أنا باكل كثيرا من a lot of كثيرا من الحلوى. snacks too وكمان السناكس الحلوى اللي ما بين الوجبات أيضا. sometimes أحيانا I feel tired بشعر بالتعب so لذلك I have candy and snacks بتناول الكاندي الحلويات وكمان السناكس. My mom says ماما تقول says I don't get enough nutrients إن أنا دايما مش بأحصل على المواد الغذائية. nutrients خدناها كتير قبل كده. nutrients I don't get nutrients مش بحصل على المواد الغذائية لأن أنا باكل حلويات فهستفيد منها إزاي؟ الحلويات مش بتفيد جسم الإنسان. طيب أما الفاكهة والخضار هم دول اللي بيبقى فيهم النوتريانتس العناصر الغذائية يبقى ده طبعا bad healthy. ملك بقى بتقول I like school بحب المدرسة but I sometimes worry أنا أحيانا أحيانا worry ببقى قلقانة because I have argument with my friends أنا دايما بجادل أصدقائي يعني دايما بدخل في نقاش معاهم. then I feel angry and sad عشان كده أنا بحس إن أنا غضبانة وحزينة. I don't tell anyone مش بأخبر أي حد. I don't tell anyone. I play video games بلعب video games and I try وبحاول to forget about it إني أنسى الموضوع ده. طبعا دي عادة سيئة وإن أنا ما ينفعش أصلا إن أنا أدخل في جدال ونقاش مع حد ومش مجرد إن هو بيعارضني في الرأي إن أنا كده خلاص أخصمه. لا كل واحد وليه رأي وأنا المفروض أحترم رأي الآخرين. طيب هنسيب دي homework ليكوا هتكتبوها لي في الكومنتس وبرضه هبعتها لكم على جروب التليجرام أسفل الفيديو هتلاقوا اللينك بتاعه أسفل الفيديو. أول حاجة دي complete طبعا ونعمل ستوب ونحله. بعد كده نشغل الفيديو عادي ونحل السؤال التاني ده ونعلم على الحاجات الهيلثي الحاجات الصحية. تعالوا بقى ندخل على اللي تشوز. نمبر 1 ده سؤال مهم جدا بيقول
do you ever هل عمرك do you ever breakfast الفطار نقول watch breakfast نشاهد الفطار skip breakfast يعني نفوت الفطار drink breakfast نشرب الفطار طبعا skip فهو بيسألك do you ever skip breakfast هل عمرك فوتت وجبة الفطار do you ever skip breakfast number 2 I sometimes أنا أحيانا up late يبقى طبعا worry up stay up say up يعني stay up late هي دي الإجابة stay up late يعني يسهر متأخر stay up late stay up late number 3 I prefer معنى prefer يعني يفضل I prefer أنا أفضل TV هنقول بقى trying eating watching طبعا watching TV أنا بفضل مشاهدة التلفزيون or playing video games أو لعب الفيديو جيم number 4 I exercise every day بعمل إيه do exercise يعني أعمل تمارين do exercise do exercise do exercise number 5 she is going to هي سوف طبعا فاكرينها من الدرس اللي فات she is going to sleep early watch early stay early طبعا sleep early هي سوف تنام مبكرا early معناها بدري تعالوا نحل سؤال الماتش number 1 بيقول relaxed not angry ما تبقاش غضبان يبقى هختار ايه من التانية have an argument stay up late be in a good mood be positive be calm طبعا الإجابة الصحيحة be calm كن هادئا number 2 feeling happy and having fun يعني اشعر بسعادة وامرح يبقى طبعا letter C be in a good mood number 3 be cross كن غاضبا with someone because you don't agree عشان هو مش موافقك يبقى دي have an argument يعني يجادل have an argument number 4 not going to bed at the right time مش بيروح السرير في الوقت المناسب يبقى stay up late يسهر متأخر number 5 try not worry ما تقلقش when you facing أو when you face a problem لما تواجه مشكلة يبقى be positive كن إيجابي تعالوا نشوف طبعا أهم سؤال تكوين الجملة عندي exercise و everyday احنا قلنا بنكون الجملة بنبدأ بفاعل ممكن أقول أنا do exercise أعمل تمارين أقول do exercise every day طب عايز أقول هو he ينفع أقول he does exercise he و she و it بنحط للفعل s فهنقول he does exercise every day طيب التانية feel و across عايز أقول هي she feel ولا feels نحط لها s she feels cross هي تشعر بالغضب يبقى لو قلت I feel he أو she feels بنحط للفعل s طيب هسيب لكم بقى سؤال الريارينج ده هو homework وكمان تكتبوا لي في الكومنتس مع السؤال بتاع الكومبليت وبكده نكون خلصنا حلقتنا لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير لاصحابكم عشان غيركم يستفيد واستنونا ان شاء الله في اخر دروس يونت 2 عشان نخلصها بامر الله شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته